بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على عباد الله الصالحين. ما يحلى الكلام إلا بذكر الله والرسول عليه الصلاة والسلام. حبايبي ومتابعين ماجدة، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا بقالي كتير ما بعملش فيديوهات لاني تعبانة شوية، بس الحمد لله على قد ما اقدر يعني هحاول اطلع لكم عشان عشان القناة تمشي وكده. انا النهارده هعمل لكم الليمون. يا دوبك اليومين دول ياخد 15 يوم الباقيين بتوع رمضان على طول يتخلل ويتناكلوا على السفرة. بس انا قطعته، معلش الفيديو سرقني. بصوا قطعته كده 4/4 اهو، بصوا، بس ما تنزلهاش لتحت قوي عشان دي هتتحشي. وسلقته في ميه بتاع 10 دقايق كده، وهسيبه بقى لما يبرد ونشوف هنعمل ايه. ميته دي هنستعملها يا جماعه، الميه بتاعته دي يلا. انا طلعت اهو بعد ما اتعمل اهو، هسيبه بقى شويه كده قبل ما اعمل الخلطه بتاعته. والميه بتاعته دي مش هتترمي، بصوا الميه دي هتتحط على عشان دي ميه بليمون، هتتحط عليه بعد ما اعملها. الليمون اهو، وهحط عليه فلفل اخضر اهو، فلفل اخضر، وهنعوز اللهم صل على النبي الفلفل احمر، شطه انا جايباه وطحنته في الكبه. وهنعوز الملح اهو بتاع زي الاول. استنى الحامل بايظ فبينزل. يبقى دي الليمون اللي هنخلله، وادي فلفل احط عليه، وادي الشطه. بدل الشطه انا هحط فلفل احمر اللي طحناه، وادي الملح، ونحط شويه زيت، وبتاع كوبايتين ليمون معصرهم، اسمه ايه ده، الشمر والحبهان، العسل والحبهان ولا ايه، وشويه خل. انا جبت دي كده احط عليها في بتاع ده حبه البركه وعسل. معلش الواحد ساعات بيتلخبط كده. دي حبه البركه اهي الصغننه دي، حبه البركه يا جماعه. وادي العسل دول كل واحده ب5 جنيه، الكيس ده ب5 جنيه. انا عندي شويه عسل تاني هحطهم عشان يبقى هو بيبقى حلو بالعسل. انا عندي شويه عسل اهو هحطهم، وهنحط الملح بتاعنا. نقلب كل الحاجات كده. عايزه تحطي عليه جزر حطي، تبشري عليه جزر وحطيها. انا نسيت بصراحه، بتدي طعم حلو برضو، وبتاخد من اسمه ايه ده، بتاخد من الحجو بتاعه، فبتخليه مسكر. انا هبشط جزرايه وهجيب. اهو شويه خل صغيرين اهو، معلقتين 3 كده بس. وهحط شويه زيت برضو، نقلب كل حاجه كده.
انا عندي جزر، بقوم ابشر جزرايه واحطها بتدي طعم حلو واضيفهم كده. عملت الجزر اهي، احطها عليه برضو. نجيب الليمون بتاعنا، نعمل ايه بقى؟ نفتح الليمونه كده ونملاها من الحاجات الحلوه دي. انا مش هحطه في البطرمان على طول علشان ما يقعش مني. انا هكومه هنا. بصوا تدخلوا كده الحشوه الحلوه دي، مليها علشان ايه؟ ما تدوتش. لازم تحطي الحشوه الحلوه دي. انا مش عامله كتير، انا عامله حوالي 1.5 كيلو بس. كنت هعمل 2 كيلو بس الليمون لما قعد ما حطيتهوش في التلاجة فباظ مني شويه، فعشان كده قلت النهارده اعمله بقى بدل ما يبوظ كله. الواحد ساعات كده بيجيله وقت بيتعب، بيبقى مش قادر يعمل حاجه او نفسه مسدود عن انه يعمل حاجه، بس الحمد لله. الخلطه دي حطينا ايه؟ حطينا فلفل احمر مطحون، وحطينا حبهان بتاع ده، حبه البركه وعصفر وملح وحبه خل، اللهم صل على النبي، ايه تاني؟ وشويه زيت علشان ايه؟ يبقى كده من جواه برضو بيلمع. حطيت الزيت عشان يبقى من جواه بيلمع كده. برضو هنحط من على الوش في حاجات تانية هتتحط هوريها لكم. هنحط الفلفل الاخضر اللي هناك ده، وهنحط الليمون بتاعنا. كوبايه ليمون، لازم كوبايه ليمون تكون معصوره، يبقى لازم كوبايه ليمون معصوره. والله انا نفسي اعمل حاجات كتير بس نفسي تسدد اللي جالي في الفيديوهات. مش عارفه اعمل لا فيديوهات اقعد يعني اعمل اكل او اعمل اي حاجه. اللي جايلي بسددان النفس كده. الحمد لله. اعمل ايه؟ لازم يتحشي كويس يا جماعه. ده باذن الله على رمضان تاكلوا منه. انا طبعا سلقت الليمون بتاع 10 دقايق وسبته يكمل سواه، يعني استوى شويه فيه برضه في الميه، لان انا عايزه الميه هعمل منها المحلول بتاعه. ميه الليمون ما تترميش لان هي كلها ليمون. هتقولي يمر، لا مش هيمرر ولا هيعمل اي حاجه. لما تيجي تجيبوا الليمون وتخللوه، لا تجيبوا كبير قوي ولا صغير قوي، وسط، علشان يبقى فيه لحم. انا هقفل معاكم دلوقتي. انا والله ما قادره اقوم اقفل حتى، مش مشكله بقى، هكمل الفيديو وخلاص. علشان نحطه بقى في البطرمان.
ما شاء الله كفايه كده. اصلا لما بعمل حاجه بدي مثلا لاولادي، بدي حد لحبايبي كده. فانا يعني المره دي عملت حاجه قليله، بس انا عاملاهم عشان رمضان كمان، عشان في رمضان انا عندي ولادي بيحبوا الليمون والزيتون، بس انا عملت الزيتون وخلص يعني. ما قعدش، ما اعرفش ازاي الناس اللي بتخليه بالست شهور، ده هو ما قعدش شهر ونص وكان هيتهري. ازاي؟ انا مش عارفه الناس بتخليه 6 شهور عامه يعني. ما اعرفش. الست شهور ده اللي هو العزيزي تجيبي منه وتعملي بيه، لكن ما اعرفش مين بيقول لي انا بجيب التفاح واخليه 6 شهور. ازاي 6 شهور؟ ما اعرفش بقى والله، كل واحد بقى. انا جايبه الحاجه على اساس ان انا هعمل مش مشكله، دول هنحطهم بقى فين؟ في دي ميه بتاعي. هنجيب البطرمان، هنجيب الفلفل ده شويه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط واحدتين تحت، وننزل بقى الليمون بتاعنا. بصوا انا هعمله وبعدين ايه اجيلكم، لان هياخد وقت. يلا هغسل ايدي بقى. انا حطيت اهو في البتاع دي، انا حطيت هنا معلقه كركم. هنحط بقى الليمون اهو، ده الليمون. حطيت عليه معلقه كركم عشان يدي لون حلو، وبتبقى زي ما انت حافظه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى الخلطه الباقيه دي، هنحط عليها شويه من اللي هم الميه اللي هي بصوا الخلطه دي اهي. هحط بس عليها شويه ملح صغيرين، 3 معالق ملح كده. بس نقلب بقى كل الحاجه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى. طبعا الميه مش مكفيه، هنحط شويه تاني من اللي هي ميه الليمون، اللي هي ميه الليمون دي اللي انا سلقت فيها الليمون ده.
هنجيب بقى ايه الليمون اللي احنا عصرناه ده وهنحطه على الوش عشان الليمون اللي تحت يتعمل على طول. ما تملوش قوي علشان بيفور. وهنحط شويه الزيت على الوش. انا حاطه زيت بس هحط تاني بس كده. هنجيب بقى ايه كيس نايلون عشان نجيب حاجه. لازم اقفل الشاشه قبل ما اروح اجيب. انا جبت اول كيس نقفل بقى كده. اقفلي قوي. شايفين الجمال بتاعه. هغسل ايدي بقى واجيلكم. شايفين انا عملت لكم اهو من الليمون مخلي بطريقه سهله وبسيطه وزي الفل. ويا رب تكون عجبتكم. هي حلوه قوي بجد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هعمل لكم الليمون المعصفر بطريقه سهله وبسيطه وجميله جدا وهتعجبكم قوي. انا بعملها على طول بتطلع حلوه. بس قبل ما اقول لكم على الطريقه حطوا لي لايك وشير وفعلوا الجرس واللي بيشترك من البلاد يقول لي منين علشان انا ببقى مبسوطه. ويلا بينا على الطريقه.